أهلا ومرحبا بكم. اليوم غادي نكمل هذا الموضوع ديالنا عن الأجسام. اليوم الجزء الثالث. كما قلنا في الفيديوهات السابقة أن هذا الكون هذا كيتكون من الزمان والمكان، يعني الزمكان، وأن الأجسام دورها فيها الزمان والمكان، فيها الارتفاع والطول والعرض وصيرورة الزمن. يعني الجسم ديالنا كما كتشوفوا ممكن انك دير واحد التجربه انك تشوف اليد تاعك وتشوف فيها انها كتكون من هاد الابعاد اللي قلت لك دابا، ولكن الزمن ما كنشوفوهش. يعني الحواس الخمسه ديالنا كتشوفها المكان، يعني ما يمكنش انك تشوف الزمن، يمكن تشوفه الا في حاله ان الاجسام حركه، يعني حركيه كتحرك. وبما انها كتحرك فان هنا دليل على ان هناك زمن. يعني في الأجسام دورها، الأجسام ديالنا، الجسم البشري ديالنا فيه خلايا، وهذه الخلايا والهرمونات بدورها كتحرك. وبما أن هناك حركة فإذا الأجسام ديالنا كتعرض لتأثير الزمن. ولكن هذا ماشي الموضوع ديالنا ديال اليوم. الموضوع ديال اليوم هو أن الأجسام ممكن أنها تحرك في زمان ومكان لا نهائي، يعني عندها حركة دائمة، حركة متتابعة. وبما أن عندها حركة متتابعة ومتسلسلة فإن مثلا نعتبر أحمد بغا يقطع واحد المسافة ديال مترو، فهاد المترو هادي فيها المكان مقسم، يعني ماشي نفس النقطة. مثلا النقطة أ النقطة بي، نقطة أ ماشي بحال نقطة بي. نقطة أ كاينة في واحد المكان والنقطة بي كاينة في واحد المكان آخر. يعني باش يدوز من أ لبي غادي يدوز من أماكن متعددة. وبما أنه كيتحرك فهو أيضا كيتعرض لتأثير الزمن. وبما أنه كيتعرض لتأثير الزمن فإذا الزمن هو لا نهائي. يعني كيتأثر بهذا الزمن هذا بكل مرور من أ لبي، يعني متسلسلة. يعني من أ لبي كاينة واحد الأماكن لا نهائية حنا كنشوفوها من أ لبي تحرك، ولكن هو في العمق ديالو لا نهائي. يعني كلشي اللي كنشوفو دابا حنا هنايا من أجسام ومواد وكلشي لا نهائي، لا نهائي. واخا كنشوفوه ثابت ولكن متغير. داكشي علاش كيوهمنا العقل ديالنا بأن الأشياء ساكنة، ولكن علاش هي ساكنة؟ لأن كل شيء لا نهائي. من شدة السرعة اللي كتحرك بها المواد بلا نهائية ديالها كنشوفوها ساكنة. العقل المخ ديالنا كيترجمها على أنها ساكنة. يعني داكشي علاش كنشوفو أن سرعة الضوء إلا كتمشى بسرعة الضوء كلشي كيتوقف. داكشي علاش أن باش نشوفو شي حاجة على شي مادة ضروري أنه الضوء يتسلط على ديك المادة، وهداك الضوء يضرب في عينينا. يعني أسرع سرعة هي باش كنشوف. هذا ما كان في هذا الموضوع هذا. الفيديو الجاي غادي نتكلموا على عن الأجسام بموضوع آخر بشكل آخر. و تهلاو ليا في راسكم حتى الفيديو الجاي. يلا مع السلامة.